السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ مساء الخير يا حبايبي. يا رب تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال يا رب. شفتوا طبق المكرونه الحلو ده؟ النهارده هنعمل مكرونه بطريقه جديده وبسيطه كده، وهتبقى مكرونه اقتصاديه معانا. تعالوا نخش على الوصفه. ايه ده؟ نسكافيه. هنعمل كوبايه نسكافيه حلوه كده قبل ما نخش على الوصفه، عشان ايه؟ نقدر نعدل دماغنا كده، عشان انا جايه من بره. اظبط دماغي الاول. حطيت النسكافيه بتاعي عشان برضك إن اللي لسه جديد معايا في القناه وما شافش طريقه النسكافيه يشوفها معايا. حطيت معلقه نسكافيه، والسكر اللي انت بتحطيه اللي بتحتاجيه، وحبه ميه صغيرين، ونضرب بالمضرب ده، مضرب البيض. ايوه، مضرب البيض مش مضرب النسكافيه. هيقضي الغرض برضك ويعمل كل حاجه. عايزه تعملي بالشاليمو اعملي، بس انا مضرب البيض عندي بيعمل نتيجه حلوه. بصوا، الفوم بتاعه جميل وحلو وسريع معايا على طول. اللي لسه ما عملش اشتراك وما عملش لايك وعمل لي تعليق حلو، يلا ينزل دلوقتي يعمل لي اشتراك ولايك. ماشي؟ يلا هستناكوا اشوف بعد الفيديو ده ايه اللي التعليقات بتاعتكم الحلوه عشان اقراها. هنضرب بقى النسكافيه حلو بالمضرب. اضربيه لغايه لما لونه يفتحي كده. بصوا، يبقى الفوم بتاعه حلو. وانا بقى مسخنه اللبن والميه على طول. نصب اللبن، انا بحبوش بلبن كتير بصراحه، بيبقى تقيل. مش بحس بطعم النسكافيه واللبن بيخليه مسكر، اللبن يبقى فيه نسبه سكر. لا، انا بحب نص لبن ونص ميه عشان احس بطعم النسكافيه في بقي. نقلب قلب. انتي بقى وانتي قبل ما تعملي الاكل بتاعك اعملي كوبايه الشاي اللي بتاعتك، كوبايه قهوه اللي انت تحبي تشربيه كده، عشان تبقي تعملي الاكل بتاعك بنفس حلوه كده وتبقي مرتاحه، ميبقاش عندك صداع ولا اي حاجه. طول ما احنا واقفين في المطبخ نسبح ربنا ونذكر الله كده، هيطلع مننا الاكل احسن حاجه. اي اكل بتعمليه بتذكري عليه اسم الله كده، وتذكري ربنا وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، بيطلع معاكي حلو جدا. يلا بينا نخش على الوصفه. نخش على الوصفه واحنا بنشرب النسكافيه اهو. انا معايا ده كيلو ده ربع مكرونه، عشان اعمله على قد النهارده، بس انا مش عايزاه تقعد عندي يومين. ودي نص كيلو طماطم وبصلتين وفلفل رومي وكيس الصلصه. نقطع الاول الخضار بتاعنا قبل ما نروح نقف على البوتاجاز. احنا متعودين نجهز حاجتنا الاول، نبقى شطار كده، وبعدين نروح نقف على البوتاجاز عشان منبقاش محتاسين. ماشي، اديني بقى ايه بقى هبدا اقطع الطماطم. انا عايزه اقول لكم ان الطماطم بدات تعلى شويه، يعني فاللي يلاقيها عنده رخيصه، يعني انا عندي هنا كيلو ونص ب10، كانت ب4 وكانت ب5. اللي يلاقيها رخيصه عنده يلحق يجيب بقى ويخزن حبه كده رمضان حلوين. كل سنه وانتم طيبين، خلاص احنا بقينا في رجب. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. ونخزن الطماطم، نقدر يعني اللي يقدر يجيب ويخزن يلحقها قبل ما تغلى. انا هجيب، يعني انا عامله صلصه في الفريزر، هبدا اسحب منها واجيب واشيل جديد. ماشي، خلاص بنبدأ نخلص تقطيع الطماطم اهي، نقطعها مكعبات صغيرة. طماطم حمرا كده تبقى حلوة. طرية يعني ناشفة، اي اللي موجودة عندك. ما تنسيش تنزلي كده تحت، دوسي على زر الاشتراك واللايك. ماشي، مش هفكرك تاني. خلصنا تقطيع الطماطم، نمسح بقى مطرحها، بنبصي بمسح كده بنشفها. نبدا بقى نقطع ايه البصل عندك كبه، تعمليه في الكبه كده حته صغيره. اسهل عايزه تعمليه على ايدك اعمليه، لو هتعرفي تعمليه بالسكين صغير كده ناعم اعمليه. انا بستسهل بصراحه ايديا، بعمل على طول كده بالسكين، بقطعه صغير بيطلع صغير حلو. انا مش عايزاه حته كبيره، انا عايزاه ناعم صغير. خلصنا تقطيع البصل. نبدا بقى في الايه في الفلفل بتاعنا، فلفل الوان زي ما قلتلك. الفلفل الالوان بيبقى مفيد جدا. عندك حطي فلفل الوان، فلفل رومي، فلفل حامي، حسب الاذواق بتاعتكم. انا حطيت رومي وحطيت حامي. وكان عندي فلفل احمر اللي هو الحلو ده، اللي هو الرومي الاحمر اللي بيبقى مسكر ده. حطاه في الفريزر، هطلع منه حته واخد اهو. بصوا معايا في ايديا اهو، حطاه في العلبه في الفريزر. هطلعه وهاخد منه حته، ومعايا حته تومه كده حلوه. انا بجهز حاجتي قبل ما اروح على البوتاجاز. يلا على البوتاجاز يلا. الاول هحط الحله بتاعه الميه، نجهز المكرونه نسلقها ونغطيها. نيجي بقى في حله تانية على على العين قدامنا كده، يعني بصوا كلهم مع بعض على مره واقفه واحده على البوتاجاز. هي مكرونه، بصوا احنا الواحد بيزهق من الفراخ واللحمه، مش كل يوم هنعمل فراخ ولحمه بصراحه. في الغلا اللي احنا فيه ده، يعني مش كل يوم، وصحيا مش حلو. يعني جسمك مش هيبقى محتاج كل يوم فراخ ولحمه. لا، في ممكن نغير اكله اقتصاديه. كشري بعدس اصفر كده ومعاه بيض مسلوق. المكرونه الحلوه اللي انا بعملها دي ومعاها بطاطس محمره، بيضه مسلوقه، شويه سلطه زي اللي انا هعملهم.
اي اكل اقتصادي، يعني يوم حلو ويومين وحش كده، يعني نمشيها عشان الدنيا الغلا اللي احنا فيه ده. هنشوح البصله، حطينا زيت وحطينا البصله اللي احنا مقطعينها، ونقلب فيها لغايه لما يبقى لونها اصفر ذهبي كده. بعدين ننزل فيها بالثوم، بصوا حته تومه حلوه كده، ونقلبهم مع بعض. وشمي بقى احلى ريحه البصل مع الثوم كده، بيطلع ريحه حلوه. نقلب كده تقليبه حلوه. زي ما قلت لكم دي اكله اقتصاديه وبسيطه جدا وسريعه وبطريقه تانية. لا قدر الله الخلاط بتاعك بايظ، ما عندكش خلاط، مش هنحتاج احنا الخلاط خالص النهارده. خلاص شوحنا البصل، نرجع للوصفه بتاعتنا. شوحنا البصل مع الثوم وحطينا عليهم الفلفل اللي مقطعينهم مكعبات، ونزلت بالفلفل الاحمر اللي انا كنت شايلاه في الفريزر. عندك فلفل احمر حطي، ما عندكيش مش شرط الوصفه يعني اي نوع فلفل. يبقى البصل اتشوح مع بعدين الثوم، وبعدين لما قلبتهم مع بعض نزلت بالفلفل وقلب مع بعض كده. انا مش عايزاكم تتوهوا بس مني، انا ببقى عايزه اتكلم معاكم في كلام كتير بس بخاف الوصفه تتوه مننا. نحط بقى شوحنا، ننزل بقى كيس الصلصه بتاعنا او معلقتين صلصه من البرطمان. ما عندكيش الصلصه مش مشكله، مش لازم. ده كان كيس صلصه عندي فقلت احطه عشان يخلي لون المكرونه حلوه حمرا. نقلب كده الصلصه مع الحاجات دي، مع البصل والثوم والفلفل عشان نطلع الزيت بتاعها. وننزل بقى بالطماطم المقطعه مكعبات. بصوا انا ما احتاجتش خالص للخلاط. مش مش المكرونه بتاعتنا العاديه بنعمل القوطه في الخلاط، لا. دول كانوا حبه صلصه تسبيكه كده عندي في التلاجة، حطيتهم قلت يلا. هي مش اساسيه، انا بس حطيتهم عشان ما يبوظوش عندي في التلاجة. ونحط حبه ميه، نص كوبايه ميه صغيرين كده، عشان ايه القوطه تتسبك فيها. ونديها تقليبه ونحطها ونغطي الحله، ونخليها على نار وسط تتسبك كده براحتها. هنا عندي المكرونه اهي هسلقها سليق عادي. المكرونه حطيت شويه ملح في الميه، وهنزل بالمكرونه اي شكل المكرونه انت عايزاه. انا بحب المقصوصه اللي هي المعوجه دي، بحبها. ونسيبها بقى تتسلق ومنغطيش عليها. بصوا عندي الصلصه بدات تتسبك ازاي حلوه. لسه شويه، انا بس بديها تقليبه كده اطمن عليها. وابدا احط لها بقى ايه حبه الحاجات اللي انا هحطها. ده معلقه سكر صغيره خالص او نص معلقه سكر براحتك، عشان التسبيكه ما تحماش على قلبنا. فلفل اسود، طبعا المكرونه فلفل اسود. وملح. النهارده بقى هنحط حاجتين جربيهم وحطيهم على المكرونه هيعجبوكي جدا. هنحط كمون، كمون، وهنحط خل. يلا بصوا معايا كده. هنزل الاول بحبه بابريكا عشان برضك يحمر لي اللون، يعزز اللون معايا. بصوا ده الكمون اللي قلت لكم عليه. مش كتير بيستعمل الكمون في المكرونه، جربيها في صلصه المكرونه هتعجبك جدا. حبه مكرون كده حلوين، حبه كمون حلوين كده محترمين هنحطهم على التسبيكه دي ونغطيها. ولما لقيتها بدأت تنطر الزيت على الوش كده هحط ايه 3 معالق خل. بصي واقلب بقى ودوقي احلى صلصه مكرونه في الدنيا بالكمون وبالخل، وهتعجبك جدا. خلاص المكرونه عندي تسبق. المكرونه هسلقها 3/4 سوا، يعني انا مش بسلقها قوي عشان لسه هنخليها شويه في التسبيكه على النار. بعد ما سلقت انا ما غسلتهاش، ما تغسليش المكرونه بعد ما تسلقيها عشان تبقى حلوه كده في التسبيكه. حط عليها معلقتين زيت بس كده وقلبيهم. ماشي، يعني بعد ما المكرونه ما تتسلق 3/4 سلقه هحط عليها هصفيها في المصفى ما اغسلهاش، واحط عليها معلقتين زيت واقلبها عشان ما تمسكش في بعض. خلاص ادي التسبيكه بتاعتي، نطرت الزيت على الوش واتاكدت ان هي استوت. هنزل بقى بالمكرونه بتاعتي الحلوه دي. حطي وقلبي، ما تحطيش الكميه كلها مره واحده عشان ممكن التسبيكه بتاعتك ما تقضيش. حطي وقلبي، احتاجتي لقيتيها التسبيكه كتير حطي مكرونه تاني. نحط حبه مكرونه تاني بس كده ونقلب بقى. هنسيبها بقى نوطي النار ونسيبها تاخد وتدي كده مع الصلصه دي، وتبقى طعمها جميله. هتبقى بصوا لونها احمر جميل بس الكاميرا مش مبيناها. نقلب حلو كده عشان تتشرب من الصلصه بتاعتها دي. زي ما قلت لك عندك خلاطك بايظ لا قدر الله، ما فيش خلاط مسافره او كده، مكرونه سهله وبسيطه وجميله هتعجبك وهتعجب الولاد. خلاص خلصنا. يلا بقى بصوا حله المكرونه الحلوه دي. وهي حلاوتها طبعا المكرونه وهي سخنه. رشيها من فوق كده رشه كزبره خضره،
اي حاجه انت عايزه تحطيها حطيها فيها على الوش كده، تغيري اللون بقى. هتعملي جنبيها بقى حبه بطاطس متحمره، شيبسي زي ما انا ما جايبه كده الشيبسي، كسلت احمر بطاطس، بيضتين مسلوقين، اي حاجه تبقى احلى اكله اقتصاديه معاكي، بسيطه ومن غير تكلفه. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله.